سلام، إن شاء الله الفيديو تاعنا اليوم يلقاكم بخير وعلى خير. اليوم جيت وجبت لكم واحد الطبق يقطر بالبنة اللي هو كسكسو أبيسار، معروف جدا في بلاد القبائل الجزائرية. يحضروه دايما في فصل الشتاء لأنه بنين 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 ويدفي. وش نقول لكم، جربوه مش رايحين تندموا عليه، فيه واحد البنة عظيمة. يلا نشوفوا الطريقة والمقادير مع بعضنا. أنايا كنت قدّمته مع الرفيس واللبن، كانت عندي مناسبة. يالّا نشوفوا الوصفة والمقادير مع بعضنا. عندنا الكسكسي عادي البربوشة أو الطعام، طريفات تاع الدجاج، الفول اليابس والبصلة والثوم، الفلفل اليابس والفلفل الأخضر، وهذه هي. ونروحو نشوفوا كيفاه رايحين نحضروه. بعد ما نغسلو طريفات الدجاج ونظفوه مليح، نرحيو البصلة والثوم ونديرو الزيت مغيرفة ولا زوج، لي زيبيس راس الحانوت، فلفل أحمر، كزبر، فلفل أحمر حار، الملح وشوية تاع شحمة يبقى اختياري، الطماطم المصبرة، ونروحو نحطوهم فوق النار يتغلاو مليح. لازم الدجاج يشرب هاذوك لي زيبيس ويشرب هذيك، لازم يتغلى. خي تعرفوا الدجاج لازم تغليوه مليح باه ما يجيكمش مزفر. نلوحو الفول اليابس تاعنا بعد ما نغسلوه ونمرقو عليهم بالما، نغطيوهم بالما جيست تغطيهم على خاطر بعد رايحين نزيدو الما. حق ما يتغطى الفول والدجاج تاعنا، نفرميو عليهم الكاكوطة تاعنا، نحطوها فوق النار على نار متوسطة، نخليوها طيب ونروحو نفورو الطعام تاعنا عادي، نبخوه نسوموه بشوية تاع الزيت، نبلوه بالماء سخون ولا دافي ونخليوه يتنفخ مليح. نغطيو عليه ونخليوه يتنفخ مليح يشرب هذاك الماء كامل، ومن بعد نحلوه ونروحو نفوروه كيما نفورو الطعام عادي. كيما راكم تشوفوا هنايا راهو تنفخ مليح، شرب هذاك الماء كامل. نمحرو بين يديا نفتلو نحيلو الكابر هاذوك التكتلات هاذوك. كي تتمحر الكسكسي عندنا مليح نحطوه يفور. أنا نفورو زوج فورات، كاين اللي يفور 3، أنا نديرو زوج فورات يجي يعني ما شاء الله. البنات إذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تخليو لنا جيم وتفعلوا الجرس، وإذا حبيتوا تشاركوه مع أصدقائكم لتعم المنفعة، وتابعوني أكيد باه يوصلكم جديد. بمناسبة شهر رمضان رايحة نبدأ وصفات تحليات ومعسلات بإذن الله. هنا نرجعو الكسكسي تاعنا، درتلو الملح ونفورو الفورة ثانية، نخليه نزيد نبخو شوية بالما يتشرب هذاك الماء تاعنا، ونروحو نعاودو نفوروه الفورة الثانية. بعد ما يفور الفورة الثانية نخليوه يفور ونروحو قبلها نحيو الدجاج تاعنا اللي يكون طاب. الدجاج خلي بالكم ما يديش الوقت ويطيب. نصفي الدجاج تاعنا، راكم تشوفوا كيفاه طايب في الدوا تاعو أحمر. الله الله، تحبي تخليه كيما هكا سيدتي، تحبي تحمريه. أنا درتو في الآير فراير حمرته شوية، ما يحبوهش كيما هكا. هنا زدت الفلفل اليابس بويسك هي تجي حارة، لازم تجي حارة، وزدت مرقت شوية على خاطر الفول يحب يطلب الماء. رجعته على النار متوسطة يكمل طياب الفول. هنايا الطعام تاعي راهو فار وجد، ما بقالي غير نسومو. تحبوا السمن، تحبوا الدهان، تحبوا الزبدة. انا الزوج تاعي قبايلي يحبوا بالزيت زيتونة، قبل كنت نديرو بالدهان ولا بالزبدة، مي دركا عود دايما نديرو بالزيت زيتونة على خاطر يحبوا بالزيت زيتونة. هنا الطعام تاعنا راهو وجد، المرقة تاعنا راهي وجدت، وما بقالي غير قدمته وجا بسم الله ما شاء الله عجبهم كامل. والتقديم في الفخار الجزائري كيما راكم تشوفوا بسم الله ما شاء الله. شوفوا الطعم تاعنا كيفاه جا. قدمته مع الرفيس الجزائري واللبن. وهنا ما بقالي غير نقول لكم شهية طيبة، ونتلاقاو في فيديو جديد ووصفات جديدة إن شاء الله. وما تنساوش تخليوا لنا رايكم في التعليقات، وإذا كنتوا تعرفوا ذا الطبق من قبل ولا لا. أستودعكم الله، ونتلاقاو إن شاء الله في وصفات جديدة. كونوا في الموعد وتهلاو في رواحكم.